كان يا مكان حتى كان الحبق والسوسن، والملك مالك الرحمن، ونزيدو نصليو على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، في يوم من الايام كان واحد تاجر غني ما عنده حد من غير ولده حسن، المعروف عليه الذكاء والفطنة. في واحد النهار مرض التاجر بزاف وحس باللي اجاله وصل. عيط على ولده حسن وقال ليه: اولدي انا اجالي وصل، وقبل ما نموت كنوهب لك كل ما كنملك، هاد القصر كامل وربعين بيت اللي فيه، هاد البيوت كاملين، ولكن بشرط منين توصل للبيت الرقم 40 ما تفتحوش، الا حليتيه غادي تحل عليك بيبان المصايب والمتاعب. من بعد ما التاجر وحزن عليه ولده بزاف، دفنوه ورجع للقصر جلس فيه ايام وايام. وفي واحد النهار تفكر امر سوارت، بدا تيحل بالبيت، كل بيت تيحلو تلقى فيه الذهب والفضه والياقوت، حتى وصل للبيت 40. عيا يخمم واش يحلو ولا لا، ولكن ما قدرش يصبر من فضوله وحل الباب. اذا بيه كيتفاجئ باللي ما فيه والو، غير واحد طابله صغيره فوق منها كاس ديال الماء، ولكن من قرب لقى باللي بوسط الكاس كاينه شعره شاعله بحال الشمعه. تفاجأ حسن وقبل داك البيت كاين القصر السلطان، اللي من دخل حسن البيت وهو حاضيه وشافو منين الشعره بيديه وشافها كيفاش شاعله، وامر وزيرو باش يجيبوا ليه في الحال. مشى الوزير عند حسن وقال ليه: عطيني داكشي اللي عندك، ولكن حسن رفض. ايوا ما بقى في ايد الوزير غير يهدد حسن، اما تعطيه الكاس اللي فيه الشعره ولا يقتلو. قال لي حسن: خليني نفكر. قال لي: واخا. وغير في الوزير دفعو وهرب، مشى ركب على حصانو اللي كان من ملوك الجان، وهرب لواحد البلاصه بعيده. من عيا هبط يستراح وباين عليه الحزن. سولو الحصان ديالو: اييه سيدي، الحصان تيتكلم. تغلى حسن وتصدم، كيفاش الحصان تيتكلم؟ قال لي الحصان: غير دير كاس الوزير وما تخافش. وداكشي اللي كان. رجع حسن وعطى الكاس الوزير، هدا الوزير الكاس الملك وغير شاف شعره قال: الا كان شعره كتشعل هكا كيفاش تكون مولاتها؟ وامر الوزير يحضر مرات الشعره، ولكن الوزير كان عنده راي اخر وقال ليه: حسن غيكون عارف مولات هاد الشعره. وافق الوزير ومشى لعند حسن وقال ليه: الا ما جبتيش مولات الشعره غادي تموت. هيا يشرح لي باللي ما كيعرفهاش، ولكن والو ما تيقوش. ما بقى في ايد حسن غير يمشي الحصان ويعاود ليه مجرى. قال لي الحصان: سير لعند مالك وقال ليه وجد لك السفينه عامره ذهب وفضه من صندوق الوزير، وما يمكنش يتحقق الطلب ديالك من غير هاد الطريقه. ومني وجد لي السفينه سافر بها الاول بحر غادي تلقاه، ومني توصل عرض داكشي اللي فيها للناس. ومني جا عندك واحد الراجل كحل تيخلع ومعاه واحد البنت زينه بحال القمر، وإلا بغى يركب معاك ما تخليش، ركب غير البنت وهرب بيها. وداكشي اللي كان. ولكن منين كانوا راجعين البنت حيدات خاتمها ورماتو في البحر. منين جاب حسن البنت داها لدارو ومشى علم الملك باللي جابها ليه. الملك بغى يشوفها ولكن هي رفضت تشوفه، وبشرط خاصو يامر حسن باش يجيب ليها خاتمها اللي لاحتو في البحر. امر الملك حسن بداكشي اللي قالت البنت، وإلا ما دارش باش امرو غادي يقتلو. مشى حسن مهموم لحصانو وعاود ليه اش قال ليه الملك. قال ليه الحسن: غادي تقول الملك يوجد لك سفينه عامره بالماكله وديها وسير وسط البحر وتسنى شنو غيوقع. دار حسن داكشي اللي قال ليه الحصان. منين وصل وسط البحر بقى يتسنى شويه وهما يجيو الطيور ياكلوا من ديك الماكله. شويه وهو يجي حتى الحوت. هضرات واحد الحوته شويه وهو يجي حتى الحوت هضرات واحد الحوته وقالت الحسن: انت درتي معانا معروف وشبعتينا، شنو بغيتي بالمقابل؟ قال لها: بغيت الخاتم كاين في قاع البحر. هبطت الحوته وجابت الخاتم لحسن ورجع في حاله، عطى الخاتم للبنت ولكن ثاني رفضت، وقالت الوزير تآمر حسن يجيب ليها البيت ديالها من قصر باها. من يسمع حسن الكلام من عند الوزير مشى ثاني لعند الحصان ديالو. قال لي الحصان: ما تخافش، غادي تقول الملك يعمر لك سفينه من التحف الغاليه من صندوق الوزير وسير للبحر. منين جبتي البنت غادي يجي عندك الراجل كحل، غادي يسولك على بنته، قطع راسو وديرو في راسك، وفي البلاصه غادي يجي البيت حتى لعندك. وداكشي اللي كان. واخا هكاك ما بغاتش البنت تشوف الملك وقالت ليه حتى تحرق حسن عاد نشوفك. تخلى حسن بزاف وتصدم وندم اللي ما سمعش الكلام باه، وطلب من الملك يعطيه النهار باش يودع صحابه.
مشى لعند حصان وتاني عاود ليه مجرى. قال لي الحصان ما تخافش، ركب عليا وخليني حتى نعرق ونعيا، وخذ العرق ديالي نديرو في الماء ودوش بيه وسير سلم راسك باش يحرقوك. داكشي اللي كان. الملك جمع المدينة كاملة وشعل العافية ورمى حسن، ولكن المفاجأة أن حسن ما وقع عليه والو، كلشي تصدم كيفاش تلاح في العافية وما تحرقش. جا الملك وسول حسن على السر، قال لهم أسلافكم اللي حماوني وراهم غضبانين عليكم وما يرضاو حتى تلوحوا راسكم في العافية وغادي يجيو عتقوكم. تيق الملك وامر تشعل العافيه وتلاح فيها هو والوزير وتحرقوا وماتوا. من الناس شافوا الملك تحرق وحسن لا ظنوا باللي حسن صديق. عيط حسن على البنت وخيرها واش تبقى معاه ولا يرجعها لبلادها. اختارت تبقى معاه. مشى حسن عند حصانو باش يجازي على داكشي اللي دار معاه. قال لي الحصان بغيتك غير تطلق سراحي باش نرجع مالك من ملوك الجن كيف ما كنت. قال لي حسن كيفاش غندير؟ قال لي غادي تقطع راسي وتحرقوا غنرجع كيف كنت. دار داكشي اللي قال لي الحصان، وهكا طار الحصان المملكه وهكا طار الحصان لمملكته في واد الجن. وهكا حكايتي مشات مع الواد وبقيت مع الناس الجواد.